توافقات سياسية حالتنا إلى هذا الخطأ. فأنت شلون تعتقد هذا الإرهابي يوقف الأمن تروح تعقد وياه صفقة؟ هو هذا اللي جاي يصير، هذا خطأ، هذا كفر. الذي يحصل أن يعتقدون أن هاي المجموعة الإرهابية يعطوها مكتسبات سياسية زين ويهدؤون من ينفذون عمليات إرهابية. هذا اللي جاي يصير من 2003 إلى هذا اليوم. وهذا اللي يصير انه ما بنوا منظومه امنيه تحاسب وتتابع. الملف الامني عزيزي، الملف الامني وزاره الامن الوطني، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، كلها ملفات اداره الامن خطا. الاستراتيجيه الامنيه مبنيه بالعراق خطا، وهذا الخطا مقصود. اكو من يبني هذا البناء خطا، يعني شايف واحد يريد يبني بناية كبيرة جدا، هو في الأساس يضع قواعد خطأ، لأنه ما يريد يصير أمن صحيح. العراق قادة الأجهزة الأمنية بنوا بالعراق، والقادة السياسيين بنوا قاعدة أمنية خطأ. هذا اللي جاي يوصلنا الآن في بغداد. أنا ابن بغداد والمشاهدين بغداد راح يسمعون المحافظات. في بغداد الآن لا يوجد إحصائية دقيقة على المواطنين العراقيين، لا يوجد إحصائية على السكان، لا يوجد إحصائية على الداخلين والخارجين. أي مواطن الآن، أي شخص باستطاعته أن يؤجر مكان في أي مكان ويسكن في هذه المنطقة ويفخخ في هذه المنطقة وينتقل ولا يعرفه أحد. لا يوجد ضابط أمن يحيط في محله ويعرف أعضاء أبناء المنطقة والغريب والداخل والخارج، لا يوجد. كل ملفات المشكلة الأمنية، بالقيادات الأمنية، والمشكلة لا مو بس القيادة. شوف المشكلة في الخطة الأمنية. أكو تداخلات أمنية خطأ، أكو جهاز أمن وطني، أكو جهاز استخبارات داخلية، أكو جهاز مخابرات، أكو استخبارات الدفاع، أكو وزارة الدفاع، أكو قيادة عمليات بغداد، أكو خلية استخبارات عمليات بغداد. كل هذا مقصود في تشتيت الجهد الأمني. ما يحتاج بغداد، يحتاج لها جهة أمنية واحدة تمسك هذه العاصمة، تبدأ من المعلومات في المنطقة وربط المصادر في الأمن. وكل منطقة تقسم بغداد إلى مربعات، كل مربع محله عليه ضابط أمن وأعضاء ويربطون مصادر المنطقة به. وهاي الجهة هي تلقي القبض وهي تحقق وهي ترسل إلى القضاء وهي تتابع المتهم. أما بهذه الفوضى التي يقاد بها الملف لن يتحقق أمن بالعراق. كل دول العالم تشتغل هيك، كل دول العالم المنطقة ممسوكة بدائرة أمنية ومعلومات عندها على كل المواطنين، على تحركاتهم، على جيرانهم، على أفرادهم، على أولادهم، على تاريخهم، على توجهاتهم، على المساجد، على المؤسسات. إلا الدولة العراقية ما بها، مع أنه احنا عندنا مليون عنصر أمن. اسمعني، مليون عنصر أمن باستطاعتنا احنا كل محل نخلي عليه عناصر أمن. هذا بنتجه هاي الفوضى ونقدم لهم نقول لهم خطأ. روحوا شوفوا أي دولة، أمريكا، أي دولة بالعالم تلقون جهة أمنية واحدة ماسكة الداخل وجهة أمنية واحدة ماسكة العلاقات الخارجية، الأمن الخارجي اللي هي المخابرات. أنتوا ليش مداخلين هاي القصة؟ ليش مرهلين هذا الترهل؟ ما يسمعون، من نشوفهم ما يسمعون نشك بنواياهم. فالقضية إدارة خاطئة في إدارة الملف، يعني الحكومة لا تدير الأمن صح. يتحمل ما يحصل القائد العام للقوات المسلحة، لا يدير المنظومة صح. بعدين تجي الوزارة الأمنية، الوزارات الأمنية مبنية على المحاصصات الحزبية. أي وزير يجي يلعن بالوزارة ويعيث فساد أي ضابط كان مرتبط بالحزب الفلاني أو الجهة الفلانية بشكل آخر يكون يغيره، ومن يرجع وزير آخر من جهة أخرى يجي يغير ذولا ويجي غير الآخر.